فتحت قضية إيقاف الحكم الغاني جوزيف لامبيتي مدى الحياة لتلاعبه بنتائج المباريات، وبالتالي انتهاكه للوائح الفيفا ملفا شائكا لطالما عانت منه القارة الأفريقية. وعادت قضية لامبيتي الذكريات إلى مسلسل طويل من الأخطاء الكارثية التي أدت إلى حرمان منتخبات وفرق من حقها. فكيف ينسى جمهور الزمالك مباراة الذهاب في أبطال أفريقيا أمام صن داونز الموسم الماضي عندما احتسب الحكم الكيني ديفيز أوجنشي إيمنو هدفا للفريق الجنوب أفريقي من تسلل واضح فتح الطريق نحو الفوز بثلاثية كاملة، وصعب من مهمة الزمالك في العودة. وفي عام 2010 احتسب الغاني الموقوف لامبيتي هدفا على طريقة لاعبي الكرة الطائرة لمهاجم الترجي مايكل إنرامو في مرمى الأهلي المصري رغم وضوح لعبه الكرة باليد وليس بالرأس. ولم يكتفي عند هذا الحد، إذ أشهر بطاقة حمراء في وجه محمد بركات ليلعب الأهلي ب10 لاعبين ويودع البطولة من الدور النصف النهائي. الإخفاق في بطولة 2010 لم يقف عند هذا الحد، ففي ذهاب المباراة النهائية خسر الترجي بنتيجة كبيرة من مازيمبي الكونغولي بخماسية كاملة. اتهم التونسيون بعدها حكم المباراة التوغولي كوكو بالحصول على رشوة بسبب إشهاره بطاقة حمراء ظلما للاعب الترجي بن منصور حينها واحتسابه ركلة جزاء غريبة. والأمثلة كثيرة قد نحتاج إلى مجلد لذكرها. ويبقى هنالك سؤالان مهمان على الاتحاد الأفريقي الإجابة عنهما. الأول، لماذا تمت عقوبة لامبيتي في هذا التوقيت بالذات بعد مغادرة حياته للبيت الإفريقي بأيام وليس بعد المباراة بفترة محددة؟ أما الثاني، ألم يكن لامبيتي صاحب إخفاق الترجي الأهلي في عام 2010؟ فكيف يتم إسناد مباراة مهمة له بمستوى تصفيات كأس العالم من دون أي رمشة عين؟